شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك للفيديو. هنتكلم وهندردش مع بعض في مباراة الأهلي وريال مدريد وليلة المباراة، وهنتكلم على التسريب والفيديو اللي نزل امبارح بعد ماتش فاركو عن اتحاد الكورة ومرتضى منصور وهزيمة الزمالك من فاركو. 3 نقط هنتكلموا فيه. هنبدأهم أول حاجة بالتسريب اتحاد الكورة. تسريب اتحاد الكورة، أولا أنا بتهم بالرشوة وبالانحراف في اتحاد الكورة وليد العطار ومحمد ابو الوفا والمستشار القانوني لاتحاد الكورة. واحد هيقول لي ليه؟ انت مفروض اتحاد كورة عارف اللي فيه واحد داخل بكاميرا وكذا وكذا وكذا، مفروض امنع البتاع، اطلع بره يا فندم، اتفضل اطلع بره وزي ما تيجي معاه. هو دلوقتي بيثبت حاجه، هو ثبتها غلط اصلا. هو حمار، رئيس نادي حمار، ماشي. هو وجع نفسه بمشكله قانونيه ومشكله كل حاجه. لو اترفع عليه قضيه من الاتحاد المصري اللي هو اتعدى حرمه اتحاد الكوره والمؤسسه الرياضيه، لو الاتحاد الدولي يتشطف فيها. في القانون المصري ما نعرفوش، عشان ده القانون المصري ده تبع مرتضى منصور. القانون ده تبع مرتضى منصور. واحد هيقول لي انت بتغلط في ايوه. انت دلوقتي انت شايف ايه؟ شايف قله الادب والصياعه اللي بتحصل دي ايه؟ شايف الانحراف ده ايه؟ شايف قله الاحترام وقله التقدير والشتايم العلنيه ايه؟ مفيش حد بياخد حقه في المجتمع، مفيش حد بياخد حقه، ماشي. هتقول لي القانون زي احنا ما بنقول، زي اي حد ما بيقولوا كده اتضرب على جفاه، القانون لا يحمل مغفلين. انتم ماشيينها كده عشان هو راجل يعرف يرفع قضيه على 5 6، ماشي. يخلي المكتب بتاعه يرفع قضيه على واحد، مثلا شوبير عنده 50 قضيه، عمرو اديب 50 قضيه، محمود الخطيب 50 قضيه، ماشي، بسبب واحد بيوزع المحاميين بتوعه. والعالم اللي بتغلط معاه وبتوكله في قضيه وعملت معاه مشاكل بعد كده، يقول له يلا مراتك كذا، يلا مش عارف ايه، ومفيش حد بيحاسب حد. لما ابو خالد مرتجي يشتم راجل قائد في الجيش مصر، يتشتم وكده، واحنا قاعدين سامعين ومطنشين، لا يبقى في مشكله. انتوا بتلهوا الشعب، صح؟ انا بس عايز اقول كلمتين: احترموا انفسكم واحترموا عقول الناس، وهي في ثانيه هتبقى تراب، في ثانيه تبقى تراب. شوف الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا، في ثانيه الا ثانيه، 30 ثانيه، اكتر من 5000 شخص ميتين، اكتر من 10,000 مصابين، ولسه عدد الوفيات بتزيد، ماشي. عيشوا رجاله ونفذوا القانون، ما تنفذوش غير على الضعيف. انتوا بتنفذوا القوانين غير على الضعفاء بس، لا انسوا الكلام ده. احنا الحمد لله ولله الحمد لنا كفايه اللي احنا مع اي حد وفي سكه اي حد،
انت بتقول لي انت كده انت رياضي يعني؟ لا انا مش رياضي، انتوا خليتونا نطلع على الرياضه. لما قناه زي قناه الزمالك اكاذيب وقله ادب وسمعات عالم بتتاخد فيها كل حاجه، ومفيش حد بيحاسب حد، انت عايزنا ابقى محترم؟ لا، انسى دي، وانسى اي حد يكلمك انت هتبقى محترم غصب عنك. لا، لما تحترمني احترمك، من اول رئيس الجمهوريه لحد اصغر واحد. تحترمني احترمك، تحترم عقول الشعب، الشعب هيحترمك. ما بتحترمهمش هم مش محترمينك. دي حبيت ان انا اتكلم الكلمتين. القانون يتنفذ على مرتضى منصور زيه زي اي كلب في البلد، بس اللي بيغلط يتحاسب ويتاخد بالجزمة هو واللي جابه. والمحترم القانون المفروض يقف في صفه، ما تقفش في صف الكلاب اللي بياكلوا فلوس الشعب، اللي بيسرقوا فلوس الشعب، مخالفات في نادي الزمالك بملايين، سمسرة، كل حاجة. من أين لك هذا يا مرتضى منصور؟ في البنوك. ولما يطلع في الفيديو امبارح يقول لك رئيس أسوان والبنك الأهلي واخدين مني شيكات، يبقى العالم دي لازم تتحاسب قانونيا. لو هم واخدين منه شيكات، لو هم واخدين منه شيكات. بس انا عارف اللي بتاع اسوان طلع مع مهيب عبد الهادي قال لك انا واخد فلوسي كامله، ال4 مليون واخدهم. رئيس البنك الاهلي قال لك انا واخد ال20 مليون بتوعي. ماشي؟ زي ما بتقول بقى، زي انت ما بتقول ما معكش فلوس ومحجوز عليا، انت بتكذب ومفكر عام مصدقك الكذب بتاعك. انت اللي بتكشف نفسك بنفسك، انت اللي بتكشف نفسك بنفسك. ماشي؟ انت سبب العنطزة، ماشي، والغرور والسلطة اللي انت عايز تعيشها، كله بيديك بالجزمة، كله بيضحك عليه. واتحاد الكورة، اتحاد الكورة انا معاك. لو الفيفا هي اللي جايت لك سجل اللعيبه دي، لو الفيفا هي اللي جايت لك سجل اللعيبه ده، احنا مع قوانين الفيفا. بس لو اللعيبه دي اتسجلت من غير جواب رسمي من الفيفا، يبقى انت اتحاد كوره مرتشي ومزور وكل حاجه. زي وليد العطار قاعد يقول يا استاذ مرتضى بس اهدى يا استاذ مرتضى، اهدى يا استاذ مرتضى، اهدى. ده انت لما واحد بيخش بيتك بيتعدى على بيتك، انت ممكن تجري على اللي في رجلك تضربه بيه. لما يخش يفتح باب الحمام على واحد يقول له ده الحمام يا ابني. ايه ده انا يوم ما واحد يعمل معايا كده، لو انا في مكتب ما واحد مديري داخل يتعدى عليا بس في المكتب كده، ده انا بكره اقص عليه المكتب. الا في ايه من انتوا بتعلمونا ايه؟ فيديو اهو يدين كل المؤسسه. مرتضى منصور بالعصابه اللي كان داخل بيها، بالمصور، باتحاد الكوره، وبالذات يدين مرتضى منصور. ده القانون بقى يتنفذ، لو في قانون في البلد، بس ما فيش قانون. انا حبيت ان انا اتكلم النقطه دي. النقطه الثانيه فوق خساره الزمالك من فاركو، وفييرا وأسامة نبيل، البروف مع أسامة نبيل. جماهير الزمالك ما تلومش الا نفسها. ازاي؟ انت قعدت تطبطب وتخبط ايه رئيسنا الدكر اللي بيجيب حق النادي، اللي بيجيب، وفي انا سيبوكم من المحترمين دول معروفين، اللي هم عارفين اللي ده قليل ادب. قناه الزمالك عزبه، نادي الزمالك عزبه بتاعت ابوه وبتاعت عياله، عارفينه. الزمالك هم بيفرحوا بفرحه اي بطوله الزمالك وخلاص. بس اللي هم السمسريه واللي بيكسبوا، اللي بياخدوا منه فلوس في القناه وعلى التواصل الاجتماعي وكل دول مصالح يطلعوا يشكروا فيه. عشان كده النادي هو وجع. والجماهير اللي بتشتم
الجماهير اللي بتشتم وبتقف معاه يبقى دي جماهير مهزأة، يبقى جماهير مهزأة. الجماهير المحترمة هي اللي وقفت وهجمته امبارح في الاستاد وبتهاجمه في الاستاد، هي دي الجماهير المحترمة، الجماهير اللي خايفة على ناديها وخايفة اي كلمة تتقال على ناديها. العالم اللي ما عندهاش كرامة اللي بتتهان، لا دي ما هم زيهم زي الكلاب اللي على قناة الزمالك هزازين الرؤوس، هم زيهم زي مجلس الإدارة اللي معاه هزازين الرؤوس برضه. ما يقدرش حد يرفض قرار هو بياخده، ده حاجة ايه. وهيطلع بعد هو قال لك طلع بيان قال لك انا في اجتماع ماشي انسحاب من الدوري، والله ولا هينسحب ولا اي حاجة. وهيطلع يقول لك انا انسحبت، وهيجي بالليل يقول لك انا راجل دولة وقعدوا معايا مؤسسات الدولة الكبار ومش عارف ايه وايه ولا هو هيعمل ولا هو هيتنين. هو شو عشان ايه؟ يفلت من الفضايح اللي في الناس اللي دخلت فرقة الكورة. امام عاشور، فتوح، فييرا، اسامة نبيل، المشاكل اللي في الفرقة دلوقتي، الفرقة ما بقتش زي الاول، اي وجعت. زي قناة نادي الزمالك قال لك احنا ما بنفكرش في الدوري، ما بنفكرش في افريقيا. انت مش قادر في الدوري، هتقدر في افريقيا؟ ما فيش حد هيحميلك خلاص، مش هتلاقي الحكام خلاص. ليه؟ كله بقى عنده كرامة. احنا لسه ما نعرفوش مين اللي هيبقى مسؤول عن الحكام، لسه مين اللي هيبقى مسؤول عن الحكام. بس انا من الحكام اللي انا شايفها بتدي العدل، رجعنا العدل تاني والفار بدأ يشتغل صح. احنا عايزين دي، احنا عايزين دي. حسبي الله ونعم كل ايه ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. والقانون يتنفذ في الرياضة، في السياسة، في اي حاجة يتنفذ عن الحيوان اللي خلى سمعة مصر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اقسم بالله لولا كاس العالم للأندية لكان الصحف الأجنبية فضلت تحفل عليك. اقسم بالله لولا الاهلي في كاس العالم للأندية لكانت فضيحة مصر بقت بجلاجل. وهم وزير الشباب والرياضة عارف اللي فضيحة مصر جامدة والحمل كبير ماشي. اقسم بالله بيدور دلوقتي على اي حاجة عشان يذيعوا ماتش الاهلي في الفضائيات ماشي، ماتش الاهلي والريال عشان يدار على النصايب. اقسم بالله وانا بحلف لكم عشان وزير فاشل. اتحاد كورة لما خد موقف صح كله بيهاجم فيه ماشي. يا ريت يفضلوا على كده. معانا قلة ادب وصياعة من اعلام المصريين ومن المجلس الاعلى للاعلام. يقول لك تحذير وفي اجتماع. تحذير ايه؟ انت شايف الفضايح؟ في حد في ايه في القنوات بتعمل فضايح؟ ده بترد على المهازل بتاعت الراجل ده. انت هتهاجم مين؟ احنا هنشوفوكوا هتعملوا ايه. المجلس الاعلى للاعلام جرم جبر اللي يعني هقول لك حسبي الله ونعم الوكيل اللي مسكك منصب زي ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فاشل. انت اللي بوظت سمعة مصر. انت اللي خليت مصر دي كل الصحف الاجنبيه يتكتب عليها الكلام ده بسبب اعلامك، بسبب الفضايح اللي بتحصل على قناه المنحرف مرتضى منصور وهزازين الرؤوس الصحفيين. بتقول لك انا هكلم النقابه الصحفيه واتحاد الكوره وده. هتعملوا ايه؟ كلكم فشل. بتخافوا من الصوت العالي. المحترم معاكم بيتهان. الجليل الادب اللي يديكوا فوق دماغكم بتبوسوا ايديه ورجله. هو ده اللي انا حبيت اللي انا اتكلم فيه. هنخشوا على المشاكل ده بقى كلها. هنخشوا بقى على البسبوسه والكريز اللي هتحصل بكره. احنا ليله المباراه هنتكلموا بسرعه عن التشكيل المتوقع وازاي اللعيبه تنزل جاهزه. اولا ريال مدريد في عالم بتقول لك اصابات ومش الاصابات. ريال مدريد اسمه ريال مدريد بمن حضر. بطل القرن الاوروبي، احسن فريق في العالم،
اكثر الانديه اللي خدت بطوله اوروبا، ماشي، بمن حضر. دي بقى ده عندهم بمن حضر، ماشي. انت بتقول كده عشان انت خايف؟ لا، انا ما بخافش، انا ما بخافش. انا عشان داخل المباراه ده انا يهمني العب كوره، العب كوره. ليه؟ كولن، ماشي، كولن هو مدرب بيلعب على اساس الماتش كده، بيوصلك لفتره، ماشي. ايه التشكيل اللي هو عامل ايه بعد كده بيغير، ومجهز كل اللعيبه عنده. انت مش متوقع التشكيل اللي متوقع بكره في الماتشين. انا من وجهه نظري عشان انت عايز علم بتدافع وعلم بتهاجم، العب محمد الشناوي، هاني، عبد المنعم، متولي، علي معلول. في نص الملعب ديانج، حمدي فتحي، السولية. قدامهم طاهر، حسين الشحات، يا بيرسي تاو يا محمد شريف. ليه؟ عشان انت هتعتمد على السرعات. لو كهربا جاهز عشان احنا سامعين اللي عنده جهاد عضلي، يبقى هو يبدا. يبقى انت كده طاهر هيعرف يرجع مع علي معلول، وحسين الشحات مع محمد هاني، وديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي بيأمنوا الدفاع. كده هتعرف تطلع وتعرف ترجع. ده التشكيل من وجهة نظري، ماشي. كلنا احنا ما نعرفوش هو هيبقى عنده ايه، فكره في الماتش ايه. انا يهمني من القعده اللي قبل الماتش، المحاضره ليله المباراه، العب كورتك، ما تتسرحش، نجل الفرقه دي. لما هتنجل عليها 4 5 6 كور مره واحده هتلاقي مستواهم بيسهجم، ماشي، هتلاقيهم بيعملوا ضغط، هتبدا انت تاخد الثقه. وكل لعيب يركز في الكوره، ما يخافش من اللعيب اللي قدامه، يلعب كورته العاديه، ما يضغطش نفسه زياده عن اللزوم. هي دي الكلام بتاع الجهاز الفني اللي لازم يتكلموا معاه. ما تضغطش نفسك زياده عن اللزوم، انت رايح تلعب كوره. لو غلبت العالم كلها هتشيلك فوق دماغها. وصلت النهائي، ماشي، غلبت بطل اوروبا، هتلاقي الصحف كلها بتتكلم عليه. اتغلبت، ده المتوقع من كله متوقع ان انت تتغلب من ريال مدريد. يعني مفيش حاجه، بس انت بتلعب كوره للكوره، زي المغرب، زي تونس، ماشي. انت بتلعب كوره زي الكاميرون مغلبة البرازيل. العب كوره، العب كورتك، العب كوره عاديه، العب، فرح نفسك. وان شاء الله الدعم، كل الدعم لفرقه الاهلي اللي مشرفه مصر لحد دلوقتي. ماتش مع ريال مدريد، لقاء رسمي عالمي في نصف نهائي كاس العالم للأندية، ماشي. ده املنا. قول لي انت تتمنى. اتمنى الهلال والاهلي في النهائي، وتبقى مفاجأة السنين، يبقى النهائي عربي خالص، وان شاء الله الهلال يفوز النهارده، ماشي. ماشي على الفريق البرازيلي، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي، والدعم، كل الدعم للنادي الاهلي. واشكركم، ودعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.